ينضم إلي في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن تواجد ونفوذ حزب الله في أمريكا اللاتينية. معي الدكتور عبد العزيز طارقجي، هو صحفي وباحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان. دكتور عبد العزيز، مرحبا. أهلا بك في الكابيتول. بتاريخ 23 يناير 2021 أعلن في وسائل الإعلام بالولايات المتحدة وفي أمريكا الجنوبية عن تفكيك أكبر منظمة إجرامية تم اكتشافها في أمريكا اللاتينية، مخصصة لشحن الكوكايين بأقصى درجات النقاء من مدينة سلوداد ديل إستي في باراغواي. وذلك بعد أن كشف ذلك التحقيق مشترك أجرته وكالات الأمن بالبرازيل، باراغواي، والولايات المتحدة الأمريكية. هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذه الحادثة أو هذه الحيثيات؟ هذه ليست المرة الأولى التي يتم تفكيك شبكة لحزب الله في أمريكا الجنوبية، مم. بل في كل فترة عدة أشهر يتم تفكيك شبكة تابعة لهذا الحزب الإرهابي، إن كان في باراغواي أو بالبرازيل أو في كولومبيا أو في الأرجنتين أو في عدة دول موجودة من المكسيك إلى الأرجنتين، حيث تمتد قارة أمريكا اللاتينية. مم. حزب الله يركز نشاطه في هذه المنطقة، تحديدا في منطقة أمريكا الجنوبية، عبر المثلث الحدودي، وهذا باعتراف أجهزة الأمن الرسمية التابعة لهذه الدول وأجهزة الأمن الأمريكية تبع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي سلطت الضوء بشكل مباشر على تواجد حزب الله في هذه المنطقة. يعني هذه ليست الحادثة الأولى، بل هي تكرار لعدة حوادث، نعم. حيث يوجد نفوذ كبير لهذا الحزب الإرهابي في هذه المنطقة. وفي مطلع العام 2021 كان هناك مؤتمر ضخم لدول أمريكا الجنوبية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لدول أمريكا اللاتينية عفوا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. حضره وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بال 2020. تحدث بشكل واضح مم. عن وجود حزب الله انطلاق قواعده من فنزويلا إلى المكسيك، إلى الولايات المتحدة، إلى الأرجنتين، إلى تصدير المخدرات إلى دول أوروبا وآسيا والدول العربية. نعم، نحن في هذه الحلقة سننشر الوثائق، بس خليني أذكر بعض الأسماء الواردة في تقرير الاستخبارات اللي نشرته وسائل إعلام عديدة. بيحكي عن سيدة تدعى حمدان، وأيضا شركة اسمها التجاري الأساسي هو في العراق، جي تي جي جلوبال تريدينج جروب. نعم. وأيضا هناك تهريب مش بس مخدرات، إنما تهريب أسلحة إلى أوروبا وأفريقيا. والتحقيقات اللي أجراها المسؤولين بباراغواي والبرازيل أثبتوا أنه جي تي جي جلوبال لها علاقة. هل نحن حنعرض الأسماء والحيثيات هذه هذا الموضوع، ولكن هل أنت مطلع على ذلك بالتفصيل؟ مثلا هناك جنسيات لبنانية كندية كحسن محسن منصور، سبق وأن اعتقل في ميامي ب 2016. آه، أعطيك. وأسد وأحمد أسد وعيسى على فكرة، يعني من كثر الأسماء التي تم توقيفها من مهم. قبل أجهزة الأمن اللاتينية والأمريكية، يعني أصبحنا ننسى العدد الحقيقي لهؤلاء التابعين للحزب، ومنهم غير لبنانيين. حزب الله في أمريكا اللاتينية يستخدم أشخاص غير لبنانيين، ونتحدث بهذه الطريقة المؤسفة، غير مسلمين شيعة أيضا، مم. حيث يستغل نفوذه بقوة المال، وينشئ شبكات لغسيل الأموال ولتهريب المخدرات، لتهريب السلاح، مم. للأمور الغير شرعية بكافة المناطق في أمريكا الجنوبية. عبر المثلث الحدودي هناك وجود واضح لحزب الله. نعم. المدينة التي ذكرت في التقرير الذي تفضلت به في باراغواي، سويداد دول إستي، هناك ترفع أعلام حزب الله بشكل علني، مهم. أعلام حزب الله وأعلام إيران. هذه المنطقة هي منطقة مدينة كاملة تابعة لدولة باراغواي. يوجد تواجد واضح لهذا الحزب هناك عبر المناطق الحدودية مع البرازيل.
والأرجنتين يوجد عصابات التهريب أغلبها تابعة لحزب الله. مدينة روزاريو التي تعتبر وكر المخدرات في الأرجنتين، هناك شبكات تتبع أو تعمل مع حزب الله. تمام. حزب الله يستخدم المؤسسات والشخصيات في أمريكا الجنوبية، ومنها مؤسسات اجتماعية، مؤسسات حلال، مؤسسات لتحويل الأموال، مهم. مؤسسات للتجارة، للاستيراد والتصدير. وهذه المؤسسات وبكل أسف تفتح لها أبواب الدول في قارة آسيا وحتى في الدول العربية، مم. وهي تنشط بقوة، وهدفها الأول هو غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتهريب السلاح وكل الأعمال الغير شرعية مم. التي يقوم بها حزب الله. وهذا ليس مخفي كي لا يقال أننا نطلق الاتهامات ضد هذا الحزب هلا كان الإرهابي. هناك وثائق موجودة هو في الإعلام ومنشورة حتى باللغة اللاتينية وبالعربي. هو وثائق، وهناك توثيق لأجهزة الأمن في عدة دول. يعني من الأسماء اللي كمان موجودين على لائحة التريجري الأمريكية اللي على اسمهم هناك مكافأة أدهم طباجة، وهو مسجل رسميا كمساهم في مجموعة المنار، يعني اللي هو التلفزيون الرسمي لحزب الله ببيروت. والشقيق طباجة هو شهيد، هن بيعتبروه بالجناح العسكري للحزب بحرب تموز 2006. وفي عندك ناصر بحمد وغيرهم. ناصر بحمد قالوا عنه بهذه التقارير الأمنية أنه المشاهير الذي يتمتع بسمعة عالية وقوة داخل حزب الله. وفي علي كشمار تم القبض عليه. طيب أنت كيف تنظر إلى قدرة السلطات يعني والجهات الأمنية لضبط هذه المجموعات، مجموعات غسيل الأموال اللي تقرب تقريبا 300 مليون دولار؟ هيدا يمكن رقم كتير صغير اليوم، هيدا التقرير من 3 سنين. صحيح. فهيدي الصور عم نعرضها لناصر عباس بحمد، وإلى الكمية شحنة المخدرات المموهة كانت بأكياس من الفحم. قبل ما انتقل لموضوع آخر أو يعني تغلغل حزب الله في هيدا في المنطقة أمريكا اللاتينية، كيف بتشوف أداء السلطات هناك لمكافحة هذه التجارة الغير مشروعة؟ للتوضيح، بحمد يحمل الجنسية الكولومبية أيضا. مهم. أغلب وأسد الذي تم توقيفه بباراغواي وتم تسليمه للولايات المتحدة يحمل جنسية باراغواي، مم. بالإضافة إلى عدة أسماء لشخصيات تم توقيفها مثل من أصول علي فواز أيضا من كمان. أصول لبنانية يحملون الجنسيات اللاتينية بين باراغواي، فنزويلا، البرازيل، وجميعهم يتمتعون بحق التنقل بحرية. حزب مم. الله يتنقل في أمريكا اللاتينية بحرية كاملة، يتنقل بحرية أكثر مني ومنك ومن أي مسؤول في هذا العالم. كيف؟ ليش؟ يعني هل هناك شراكة معينة مع السلطات هناك؟ يعني التقارير التي وردت في وسائل الإعلام التي تتهم صراحة مسؤولين في النظام الفنزويلي في فنزويلا، ومنهم طارق العيسمي مم. الذي هو نائب الرئيس السابق، نائب الرئيس سابقا، ووزير النفط الحالي. وهناك تقارير تؤكد تغطيته لنشاط حزب الله في فنزويلا. مم. هناك أيضا تقارير تتحدث عن تورط لمسؤولين كولومبيين في دعم نشاطات لحزب الله في كولومبيا. وأيضا هناك تقارير تحدثت عن تورط لبعض المسؤولين في أوروغواي وبيرو في دعم نشاطات لهذا الحزب. للأسف شعوب أمريكا اللاتينية هي شعوب بسيطة وطيبة، مم. متعاطفة مع قضية فلسطين، حيث يعتبر معروف بالقانون الدولي من حق أي شعب إن كان يخضع تحت احتلال أو تحت أي سلطة أخرى حق تقرير المصير، والذي يفسر بحق المقاومة. المقاومة هي حق مشروع لا نختلف عليه في القانون. ولكن ماذا يفعل حزب الله في أمريكا اللاتينية؟ هل هو يقاوم إسرائيل هنا؟ لذلك شعوب أمريكا اللاتينية أو بعض الحكومات اليسارية تتعاطف مع هذا الحزب وتنظر له على أنه حليف، كونه على عداء مع إسرائيل أو على عداء حسب ما يدعي طبعا
وهذا أمر مشكوك بأمره، وعلى عداء مع الولايات المتحدة. لذلك هناك حملة تعاطف كبيرة، طيب. بالإضافة إلى الأصول العربية الموجودة هنا في أمريكا اللاتينية وتحديدا في أمريكا الجنوبية. مم. هناك جالية عربية ولبنانية كبيرة، ومنها من الطائفة الشيعية، حيث يستخدم الحزب الموضوع المذهبي من أجل استقطاب هؤلاء، بشد العصب يعني لحتى شد العصب واستقطاب هؤلاء لتمرير مشاريعه الغير مشروعة. طيب. للأسف خليني بس يوجد تقاعس كامل للسلطات الأمنية والسياسية في مكافحة نشاط حزب الله. هناك هناك اجتماعات تمت على مدار السنوات، ولكن عندما تتغير الأنظمة تلغى هذه الاجتماعات. أعطيك مثال: حزب الله نفذ تفجير في الأرجنتين. حاحكي عنه بس خليني دكتور عبد العزيز اشرح للمشاهد شو عم نحط هلا وثائق. مثلا عنا هيدي صورة حنان حمدان اللي هي كمان لها علاقة إذا بدك تعلق. صورة وثيقة الشحن من الصين إلى الباراغواي. أيضا وثائق تتعلق بالشركة مسجلة بأستراليا. جواز سفر قلت لي هو من باراغواي. علي فواز شو عنده جنسية؟ قلت هلا من شوي لأنه الخط صغير جنسيته. أعتقد معه الجنسية نعم. الكولومبية أو الفنزويلية. وثائق تبرز مؤسسة اللي أسسوا شركة جلوبال تريدينج ناصر عباس بأحمد وعلي فواز. وبعدين في أيضا عقار أدهم طباجة موجود. وفي هيدي الصور اللي عم نعرضها هلأ من صفحة الفيسبوك اللي هي بتأيد حزب الله وتؤكد الصلة بين يعني اللي هن اخذين صفة رجال أعمال، ولكن هن يعني عملهم صورة لخيو عباس ناصر عباس بأحمد حسن هو وعم يقبل حسن نصر الله. أيضا منشور على صفحة الفيسبوك لأخو محمد عباس بأحمد. وثيقة جمركية كمان من بنك كونتيننتال تابعة للشركة اللي هن بيرأسوها. أحوال شخصية لباراغواي لناصر بأحمد إلى هنالك. طيب أنا بدي أنت تحدثت عن قمة لمكافحة الإرهاب حصلت ب 20 يناير صح 2020 2001. ببوغوتا. طيب شو النتائج اللي أو البيان الختامي؟ هل صار في تطبيق له على الأرض الواقع؟ مثل ما قلت كان بومبيو موجود وعدة دول منها المكسيك بنما بيرو سانت لوسيا دومينيكان سلفادور غواتيمالا كوستاريكا. تمام. شو تحليلك الشخصي قدرة هذه هكذا قمم على مواجهة ما يقوم به حزب الله؟ يعني أحدى المثال على تعليقا على هذا الاجتماع الذي تم، أعلنت باراغواي أن حزب الله تنظيم إرهابي. أعلنت كولومبيا أن حزب الله تنظيم إرهابي. أعلنت الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري أصدر مرسوم رئاسي اعتبر فيه أن حزب الله منظمة إرهابية ولا حق الأصول هذه المنظمة. ذهب ماكري مثلا، نحكي عن مستوى الأرجنتين، ذهب ماكري وجاءت الحكومة الجديدة. الحزب الحاكم يعتبر من الحلفاء لإيران. مهم. لم يتم تطبيق هذا المرسوم أو العمل به. بالإضافة أيضا في باراغواي تغيرت الحكومة، في بيرو، في أوروغواي، في البرازيل، في كولومبيا. كل طب هذه الدول التي كانت مجتمعة تغيرت الأنظمة بها وتم تجميد العمل بهذه القرارات. ومنذ ذلك الحين حتى الآن لم نسمع أي موقف رسمي سياسي لهذه الحكومات ضد نشاط هذه المنظمة طيب الإرهابية ماذا الكبيرة. عن فنزويلا؟ يعني فنزويلا والعلاقة المتينة مع إيران تعتبر فنزويلا بوابة لإيران إن كان بتهريب النفط تهربا من العقوبات الأمريكية، إن كان عبر التعاون بين مؤسسات اقتصادية، وحزب الله جزء من هذا الموضوع. فنزويلا عزيزتي هناك قواعد عسكرية لحزب الله في أمريكا، في فنزويلا. هناك دورات لأشخاص يأتون من لبنان يقومون بدورات عسكرية في فنزويلا. مم. هناك قواعد عسكرية للحرس الثوري الإيراني، وهذا كشفته الاستخبارات الأمريكية وليس مخفي.
بالإضافة إلى وسائل الإعلام في أمريكا الجنوبية كشفت هذا الموضوع وسلطت الضوء عليه بقوة. لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، حيث أن السياسة الدولية تخضع تخضع تحت النشاطات الإرهابية التي تقوم بها المنظمات التي تتبع لإيران في المنطقة. فنزويلا يمكن الحديث عنها بأنها الوكر الأساسي لحزب الله الذي ينطلق منه إلى كل دول أمريكا، القارة الأمريكية تحديدا. مهم. بالإضافة إلى أنهم يستخدمون في تحركاتهم هنا، يستخدمون جوازات سفر الفنزويلية، جوازات سفر روسية، جوازات سفر لدول حليفة لهم، ويتنقلون بها، حيث أيضا يدخلون إلى تلك الدول ويقومون بتهريب المخدرات من الموانئ ومن المعابر الرسمية إلى دول أوروبا وإلى دول آسيا. مم. في البرازيل منذ فترة 3 أشهر أيضا ألقي تسليط الضوء على شحنة مخدرات كانت متجهة إلى السعودية أو إلى الخليج. لا مم. أعتقد السعودية أو الإمارات أو الكويت عفوا، كانت منطلقة من هنا طيب. داخل الخضار. لم طيب. يفصح عن أسماء الأشخاص الذين تورطوا في هذه العملية، وعند البحث تبين أنها شركات وهمية كالشركات الأخرى التي تتبع لأشخاص لبنانيين من جنوب لبنان يحملون جنسيات هذه الدول. ممتاز. عم ننشر على الشاشة الآن خبر من إنفو باي، موقع إخباري أكبر موقع بأمريكا الجنوبية. نعم، عم بيحكي عن تورط العشائر. يعني في عشائر مثل عشيرة بركات وما غيرها أو غيرها. أسد بركات. شو إلها؟ أسد بركات هو صنفته الولايات المتحدة عندما تم تسليمه لها بأنه كنز معلومات، بنك معلومات لحزب الله، وهو المسؤول الأساسي عن تبييض وتحويل الأموال لمنظمة حزب الله انطلاقا من دول أمريكا الجنوبية. وتم إغلاق عدة مؤسسات تتبع لهذا الشخص، بالإضافة إلى إثبات صلته المباشرة بقياديين بحزب الله في لبنان. مم. أسد بركات هذا اللي تحدثت عنه في البداية. أسد بركات وابن عمه، ويوجد عدة أشخاص من ذات العائلة، عائلة بركات هم من أصول لبنانية، نعم. مقيمين في بين باراغواي والبرازيل ويحملون جنسيات هذه الدول. طيب، في كمان ورد بأنه بديسمبر 2011 وجهت محكمة فيدرالية أمريكية تهمة وإدانة للمواطن أيمن جمعة اللي هو الكولومبي اللبناني، اللي نعم أيضا له علاقة بتهريب المخدرات. وب 2014 حكم على منصور أرباسيار الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية بالسجن 25 عام بالولايات المتحدة. وهيدي الحوادث تظهر العلاقة بين الإيرانيين واللبنانيين اللي يتشاركون النفوذ في أمريكا اللاتينية. هيدي الصورة للمنطقة الحدودية واللي بيصير فيها التهريب، صح؟ نعم وانت عم حكيت قبل بتصريحات سابقة انه في آلاف اللاجئين العرب الفارين من الحرب لأمريكا اللاتينية بدأوا فصل جديد من الهجرة. في أكثر من 10 ملايين لبناني عايشين بهديك المنطقة، وأنت بتعتبر أنه هن بؤرة موقوتة يعني يحملون معهم نهج حزب الله وتفكير وأيديولوجيا حزب الله، صح؟ صحيح بكل تأكيد. للأسف الأغلبية، لا نريد أن نشمل الجميع، يوجد نعم. طيب لكن الطيبين مهمشين. حزب الله يستغل هؤلاء على الوتر المذهبي والطائفي، ويقوم بنشاطاته الغير مشروعة من خلال بعض هذه الشخصيات وبعض هؤلاء اللبنانيين وحتى السوريين أيضا موجودين في هذه المنطقة، الذين يرتبطون من جذور علوية أو من جذور مذهبية قريبة من حزب الله. حزب الله هذه آلية العمل، ولهذا نعم. لا تستطيع الدول مكافحة هؤلاء لأنهم كثر مم. وهم يعملون بالخفاء. نعم. بالإضافة إلى ذلك والمعلومة التي لا يتم تناقلها في وسائل الإعلام، مم. حزب الله يستخدم النساء في أمريكا اللاتينية
لتنفيذ مخططاته. يعني مثلا. يجند نساء، وعندي عدة دلائل. يجند نساء، يفتح لهم مؤسسات بأسمائهم، مؤسسات اجتماعية، مؤسسات استيراد وتصدير، امم. مؤسسات حلال، مؤسسات، لا نريد أن نعمم المؤسسات، يوجد مؤسسات محترمة طبعا. يضع هؤلاء النساء لينسجون علاقات في المجتمع امم. ويديرون هذه المؤسسات. بالإضافة يوجد أشخاص تابعين لهم في الخفاء يديرون هذه النشاطات وريعها، التي وريعها بيروح لدعم حزب الله. تهدف لتبييض الأموال وجمع التبرعات وإرسالها إلى لبنان. وتمويل العمليات الإرهابية. آه، ب- طبعا. بالصحافة كمان اللاتينية، في ذكر لعشيرة نصر الدين. إذا فيك توضح لنا أكثر اللي هن النقطة الاستراتيجية لإلهم بجزيرة مارغريتا، بالبحر الكاريبي. آه، وأحكي مكتوب عن غازي نصر الدين اللي تم إدراجه بعام 2008 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لعلاقاته مع حزب الله. بس كان محمي، حسب ما هو معروف، من النظام هيوغو شافيز، صحيح؟ الجميع محميين، الشخصيات التابعة لحزب الله محميين جميعهم من الأنظمة الموجودة، من الأنظمة اليسارية مم. أو التي يعتبرونها مناهضة للإمبريالية أو مناهضة للأمريكان. كل هؤلاء يحمون أشخاص وشخصيات متورطين مع حزب الله. حتى يوجد تحقيق الآن في أوروغواي عن صلة للرئيس السابق، رئيس أوروغواي السابق ونائبه مع أشخاص من حزب الله. مم. مم. يعني طيب. الجميع متورط والجميع متقاعس لأنها مصالح مشتركة. أها. مصالح طيب مشتركة. يعني أما عن هن موضوع ما في، العشائر، هل هم يعني لهلا لا تحرر القدس ولا عملوا شيء للقضية الفلسطينية؟ يعني ما ألا يدركون أن هناك أمر ما يعني مش مزبوط، إنه كلها تجارة ويعني. طبعا جمع الأموال، يحاولون جمع الأموال من أجل التهيئة لتحرير القدس، ويمكن تحرير، قد يحررون أمريكا الجنوبية كاملة قبل أن يحرروا القدس. م- هذه تحرير القدس والمقاومة هي خدعة تم خداعنا بها على مدار 30-40 سنة. بدأوا فيها جماعات فلسطينية ممولة من إيران، واستكملها حزب الله ويغذيها حزب الله بقوة. م- من حق من حق أي شعب كان تحت الاحتلال أن يقاوم الاحتلال، أن يقرر مصيره، أو أن يقوم بما عليه. حزب الله ليس تحت الاحتلال. حزب الله أجرى اتفاقيات مع إسرائيل، اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية. حزب الله نسق مع الإسرائيليين وجلس معهم في أنقرة وجلس معهم في الدوحة ونسق كل أموره. لذلك الكذبة التي يطلقونها لأنهم حزب مقاوم ضد إسرائيل خدعوا بها الشعوب العربية، والآن ما زالت هذه الكذبة مستمرة في أمريكا اللاتينية، حيث ينظر لهم كأنه حزب مقاوم مهم. أو أنهم يخضعون للعقوبات لأنهم ضد إسرائيل. هذه كذبة، كذبة كبيرة يجب أن نصحى منها نحن جميعا، المثقفين، الإعلاميين، الحقوقيين، وسائل الإعلام. نحن ندرك تماما بأن هذه المنظمة الإرهابية هدفها الأول والأخير جمع الأموال من أجل تنفيذ مخططات إرهابية في كل دول العالم. حزب طيب. الله ليس منظمة إرهابية لبنانية. حزب الله منظمة إرهابية عابرة للقارات، صحيح. موجود في آسيا، موجود في أفريقيا، موجود في أوروبا، موجود في أمريكا اللاتينية. منظمة إرهابية عابرة للقارات، وهي خطر على كل العالم. مم. بدي أذكر أنه جون مارولاندا، المستشار الأمني لعدد من شركات الطاقة الدولية الموجودة بأمريكا الجنوبية، وهو كولونيل متقاعد، نشر كتاب الجهاد في أمريكا اللاتينية، ونجح في تشريح دور حزب الله ودور إيران هناك. رح يخلص وقت المخصص لهذه الحلقة، بس بدي أذكر معلومة أن المدعي العام الأرجنتيني السابق ألبرتو نيسمان وضع تصور عملي لتواجد ونفوذ حزب الله وإيران في أمريكا اللاتينية، وهيدا الأمر كلفه حياته. آه، انتحر، انتحر للأسف. انتحر ولا انتحروه؟ انتحروه، فقالوا أنه انتحر مم. لأنه امتلك وثائق تدين
محسن رضائي المسؤول الأمريكي النائب الرئيس الإيراني مم. وأشخاص تابعين لحزب الله في تنفيذ عمليات إرهابية في الأرجنتين وتفجير جمعية آميا اليهودية وتفجير السفارة الإسرائيلية، وهو من أظهر اسم سلمان رؤوف سلمان المعروف باسم سلمان الرضا، وهو قيادي في حزب الله، هو المسؤول عن تفجيرات في الأرجنتين. أين هو سلمان الآن؟ سلمان يحمل الجنسية الكولومبية وأيضا يحمل الجنسية اللبنانية، وهو موجود في الضاحية الجنوبية. ليجرؤ المسؤولين اللبنانيين على تسليمه للانتربول، ويوجد بحقه بطاقات حمراء. لذلك تم تغييب المدعي العام نيسمان، لأنه امتلك الدلائل عن تورط مسؤولين أرجنتينيين وإيرانيين وحزب الله في هذا التفجير الإرهابي. بغض النظر عن من المستهدف، ما جرى هو تفجير إرهابي. تفجير إرهابي راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى، والمتورطين به ما زالوا طلقاء حتى الآن. تمام. أريد أن أذكر في ختام هذه الحلقة أنه في معلومات أيضا تقول أن حزب الله وإيران بيستخدموا السكري. هي عملة مشفرة أنشأتها الدول الأعضاء في التحالف البوليفاري للأمريكتين ألبا لغسيل الأموال ولتمرير الأنشطة الغير قانونية وتجنب العقوبات الدولية على إيران. بتحب تضيف شيء قبل ما أختم؟ وبدي أيضا أشكرك دكتور عبد العزيز على هذه المعلومات القيمة لنخلص إلى أن حزب الله تحول اليوم إلى تهديد عالمي، وتعتبر أمريكا اللاتينية منطلق أساسي له. منظمة إرهابية عابرة للقارات. أريد أن أوضح لك وأن يجب أن يعلم المسؤولين في العالم بأن المؤسسات التي يستخدمها حزب الله بأوجه نسائية مختلفة، هذه المؤسسات للأسف تنشط في الدول العربية وتنشط في دول آسيا وتنشط في الدول الإسلامية، ويرحب بها وتفتح لها المراكز الثقافية لمسؤوليها فقط لأنهم نساء، وهم يدركون تماما علاقة هؤلاء الأشخاص المتينة بهذا التنظيم الإرهابي. حزب الله عابر للقارات بإرهابه. حزب الله يستخدم نفوذه وتحركاته بكل أريحية وبكل طلاقة في تحركاته في أمريكا الجنوبية، وليس فقط للمخدرات، سلاح، غسيل أموال، تبييض أموال، تهريب بشر، كل الأمور الغير شرعية والغير قانونية حزب الله يمارسها في منطقة أمريكا اللاتينية، من المكسيك إلى الأرجنتين، انطلاقا من هنا إلى أوروبا وإلى أفريقيا وإلى الدول العربية. شكرا لك دكتور عبد العزيز طارقجي، شكرا لوقتك ولهذه المعلومات. تحياتي. Hey, this is Maria Malouf here. Don't forget to subscribe and press the like button on our YouTube channel, Maria Malouf TV. This is the Capital Show from the capital of the world, Washington, D.C.